والله فسرية ألف لام ميم يا طاسين والله فسري تفسير كودنا وحويه وحلوجه له يعني للتحدي تحدي بالوجه والإعجاز قرآنك وتحدي واحد التحدي وحال هذا قرآنك وكلام إلهي كاري وقالوا لا إمانة سلاس وكلا لوجينا عريا كيرنا وكلا تويا يا لي مادو سلاس وكلا تبا لوجينا مركب معناها وحيليه لقتيني عرفت سنو محمد القرآن كبان أبو ارتماء ورميتان ها مشركين باتيين نبي إذنك كفى حفظنا يعني إذن كنت جربان وجهدا ذاتك شعراء نبي قبيا معهم مشعر جري قبياجي إذن كمدين كوي خطباء هاي خطبوين كأخرين جري إذن كمدين ما كيسا يعني كنا بيجي أنك ما فصح حفظنا أساء وفصح حفظنا لكن قبي موسى نقول الرسول عليه الصلاة والسلام إذن كقبياجي إذن كمدين قبياجي إذن كمدين إذن كشعراء وحن جد خطباء يبلغني إذن كمدين نبي محمد هو واحد لا يقرأ ولا يكتب وحنا قرأ ما أخريه وحنا ما قرأ سيدة القرآن كان حروف تأكلها ليسن حروف الهجاء ألف يا لام يا ميم يا طاء يا مارة صاد أي ليل قال يا الله إمارة كان صدوي ساس وقال كنت تبيني ولذلك وحيليهم مركز ألف حروف كان للشيء أنت بدل كتاب كان محجية كتاب القرآن كان مركز انتصار للكتاب كتاب القرآن كان لوجر جاري يا بني وكالجار كتاب القرآن كان لوجر جاري في مركز ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين سو مجد ألف لام ميم سورة آل عمران الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق القرآن كما لقى عبد يوجد حاميم والكتاب المبين قاسم تلك آيات الكتاب ياسين والقرآن الحكيم سو مجد قاف والقرآن المجيد وحكست القرآن كما نقول علينا كل لو لجينا مركو انتصار يقرقار القرآن كلو قرقاريه أي أورانيا مركا يعني معناها أي كفسران إليهم وللتحدي باللوسع العليي وللإعجاز باللوسع العليي قال يقول لك يا سلام حروف تكون اللسان بككوبيها كان القرآن إلى يومنا هذا نعد كنت الله ما حيويا مركا معناها كان على جنود سنينا والله فسران لأجل التحدي والإعجاز أيانا لوجه ذاوية حروفها مركا هبدا أن أركينه وألف لام ميم waxay ka kooban tahay mar ayadoo hal xaraf quraanka lagu bilaabo sida ogtiin nuun wal qalam wa ma yasturun wa nuun kaliyo qaaf wal qur'an al majid sal xaraf ma hal xaraf asaga lagu bilaabo mar waxa ka asaga laba xaraf lagu bilaabay labada xaraf waa yasin wal qur'an al hakim wa yasin taha ma anzalna alayka al qur'an tasin wa ta yasin soo majid waa laba xaraf wuxuu noqdaa saddex xaraf laga dhigaa صدق حرف ونقطة ألف لام ميم طا سين ميم ألف لام ميم يعني أساسا جيدا سلاس وقربكو إيمانه أسوأ أفر حرف لماذا؟ هل صدق الشيء مثلا ما هي أسوأ أفر حرفات أركي ألف لام ميم را بقى جبت له قدراي طا سين ميم يعني ما يا waxaa u jeeda alif lam mim sad oo kaleeto yani kaas oo kale baa leeyahay waa afar xaraf way isagoo shan xaraf ah jiro kaaf ha ya ain sad waa shan xaraf way ha mim ain sin qaf waa shan xaraf way shan xaraf ka badan ma arkay shan xaraf ugu badan waxaana ugu yar hal xaraf intaas oo xuruuf ah الحروف المقطعة في أوائل السور أيام هذا حروف تالقوية أو أوائل الصور تالله لأجل التحدي والإعجاز أيها لوليمت معناها كان أبي سريناوية قال يلا إمام القرآن كانوا كليكوية ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ذلك الكتاب ذلك الإشارة راسي وبمعنى هذا هو بمعنى هذا بكبرنا ذلك أي هذا مسكني الكتاب أي كتاب كإيه لا ريب شك فيه نحن سماء مركز ذلك كذا وبمعنى هذا أو إشارة هي ومبتدئين الكتاب لنا وكسفيننا لا ريب ذا جملة ذات خبر في مبتدأ الردينا ذلك أي هذا مثلي الكتاب أي كتاب كإيه لا ريب شك
فيه تحديث كما سقنا وحشكيه تحديث كجراي لما أركويا معناها هذا إني بمعنى يعني ذلك بمعنى هذا إني تاي عبد الله بن عباس باكو فسرين وكذلك المجاهد باكو فسرين وحكو فسرين عكرمة مولى بن عباس سعيد بن جبير باكو فسرين سدي باكو فسرين مقاتل بن حيان باكو فسرين زيد بن أسلم ابن جريج فدي السلف إذن الآية معناها سورة فسرين ذلك بمعنى هذا إن لقديه ذلك الكتاب أي هذا نذكر الكتاب كتابه الكتاب كتابك وصفين لا ريب شك فيه تحديثكم السجناء محونا كسجنين من أنه منزل من عند الله الله حكي إنه كسر الدقي وكتاب الله هو يهي وحشك يوكجر لما أرك وكتاب إلهي سبحانه وتعالى سيدة إلهي بأوليه في سورة السجد أول كذا ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين وقرآن كأسجل إلى القرآن يفسر بعضه بعضا وأيديه مرك أيضا سلم التهوية هدى للمتقين هدى يعني هدى تان موقع الإعراب إما إيران ماركتي مرفوع كدقنه أو نعتي أهان أو كسفينه صفاء كدقنه مرفوعة وإما هنا حالين لبضا وينوب النانتا هدى قرآن كاسو كتاب كاسو هدى هنون أما هدى حال كونه هدى هنون أو يهي للمتقين ذلك المتقين أو هنون أو يهي هو إلهي كبقه أو وحي ربي أو كرر كهر وحي ربي فرينا لي ماذا إسبب هنون هو أيوس وحشك يوسن كجرين وياه خاص وياه هدى للمتقين هل كان مركب حان كفاهمين وحي إلى الآن سؤوليين مفهوم المخالفة أما الدليل الخطاب أيضا مؤمنين كان يبو هنون إياه متقين تأيو هنون إياه تذكى أنا متقين تأحين الرب كبقين قرآن هنون معه سو مجد هدى للمتقين سنة إله الشفاء ومكو كتل ما وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين شفاء الرحمة هو يذكى المؤمنين لكن هذا ظالم هي ولا يزيد الظالمين إلا خسارة خسارة ما هي ذلك وحكى لك مكر الرسولين مركب متقين تأوكليا أيو هنون إياه هي وحك صاحر هنون معه آيات الله سبحانه وتعالى في سورة الفصيل أيو كعد يسدى إن المؤمنين كليا متقين أو هنون إياه هي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى ورأيكم ينادون من مكان بعيد فاسوا ربي ليه سبحانه وتعالى أيضا شفائي مارت هنون إيه كل أوية قرآن كوية